الواضح طبعا ان مباريات اليوفنتوس في المباريات الاخيره مع الثلاثي دول ثلاثي ممتاز جدا، عندهم نسبه الاستحواذ عاليه، نسبه التمرير عاليه جدا، نسبه صناعه اللعب ممتازه جدا، نسبه التفاهم ممتازه جدا كمان، والتغيير في شكل واداء اليوفنتوس من الى العمق الدفاعي على عكس ما كان بيلعب في بعض الاوقات على الجبهه اليسرى او الجبهه اليمنى في ظل تواجد لاعب زي ماركيزيو سريع بيقدر يشتغل على العمق الدفاعي. اعتقد ان يمكن قوه اليوفنتوس بتكمن في مجموعته كلها بالكامل. المجموعه لو اتكلمت على الثلاثي الدفاع، لو اتكلمت على الثلاثي بتوع وسط الملعب، يمكن حتى في الاستوديو التحليلي اتكلمنا في عوده ماركيزيو، هل بوجبا هيرجع يلعب اساسي ام لا؟ اعتقد يبقى سؤال محير جدا جدا لانطونيو كونتي، لان بوجبا بيقدم افضل مستوياته على الاطلاق اذا كان في احراز الاهداف، اذا كان في صناعه اللعب، اذا كان في المساعده الدفاعيه، مع كمان التفاهم العالي مع فيدال ومع بيرلو. وانظر للهدف او شوف الهدف اللي جابه فيدال في المباراه الاولى في المباراه امام لاتسيو الاسبوع الماضي، عمل هدف اكثر من رائع بوجبا، ده دليل على القطع على الامكانيات الفنيه عاليه جدا. يمكن طب انت كابتن خالد سالت سؤال مهم جدا، توقعاتك انت بالنسبه لتفكير كونتي بعد عوده ماركيزيو؟ تعرف جيدا قيمه ماركيزيو ونعرف الاداء الاكثر من رائع الذي قدمه الشاب بوجبا. اقرب هو طبعا الاقرب، هو اسعد واحد في الدنيا يكون انطونيو كونتي، لان عنده اثنين لعيبه قيمتهم كبيره جدا، ولكن من حكم معرفتي بالكره الايطاليه يمكن شيزر برضه يتكلم فيها ان انطونيو كونتي عاشق لماركيزيو ويتعامل مع ماركيزيو كلاعب من اللاعبين الاساسيين للمنتخب الايطالي. بوجبا لاعب صغير السن لسه عنده 20 سنه، لديه من الوقت الكثير والكثير والكثير الذي يعطي لليوفنتوس فيه. اعتقد كمان ان بوجبا من الممكن في السنوات القادمه يكون البديل الكفء الاول لواحد زي اندريا بيرلو، احد افضل لاعبين في تاريخ الكره الايطاليه في وسط الملعب.